الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن خلال هذه الدقائق غنحاول نجاوب على واحد الأسئلة كثرات تصيفطات لي بكثرة وراج في وسائل التواصل الاجتماعي، هو حول ما ينشر وما ذاع بشكل واسع في أن بعض البلدان في آسيا، بعض الأماكن، الحيوانات كتدور حول نفسها في دائرات حول بعضها تدور حول نفسها. هناك أغنام، بهائم، هناك كذلك أسماك، هناك حيوانات كتدور. فكيسولوا واش هذه علامة من علامات الساعة ظهرت؟ إذا هذه الأشرطة لعلها وصلت العديد منكم وبلغاتكم. هذا غنحاول نجاوب ونقول بأنه راه علامة الساعة بدأت منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. حنا كانت عندنا واحد السلسلة كان في المسجد حول علامات الساعة وأشراط الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وذكرنا ذلك وإحنا لازلنا فيها. لكن أنا أجمل وأقول بأن الساعة علامات الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعدد ستا بين يدي الساعة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من هذه العلامات موتي. موت النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة الصغرى. كذلك انشقاق القمر اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. فانشقاق القمر هو علامة من علامات الساعة. إذن هذه ظهرت منذ 1400 سنة، والساعة يعني قد ظهرت علاماتها. اقتربت، هذا في ميزان الله عز وجل. اقتراب الأيام عند الله عز وجل ليست كأيامنا. إذا لذلك من نشوفوا هذه الأمور وهذه في أي مسألة راه علامات الساعة بدأت. لكن علامات الساعة الكبرى التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات من علامات الساعة الكبرى، هذه لم تظهر بعد. وأولها هو ظهور الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم يأجوج ومأجوج، ومنه كذلك أنه مع عيسى يكون المهدي المنتظر. إذا ظهوره هذه كلها لم تظهر، لأن كما ذكر عليه الصلاة والسلام في أحاديث، ومبغيتش نطول كثير في بسطها وذكرها، بأنه إذا غفل الناس عن ذكر الدجال فهذا علامة من علامات الظهور دياله. حتى ذكر في رواية فإنه يتركه الخطباء والأئمة في المنابر، أنه ما كيبقاش يتكلموا الناس على الدجال. مني ما كيبقاش يتكلموا عليه، هذه علامة من علامات ديال الظهور ديالو. إذا حنا باقي ما كنذكروه في المساجد، كنذكروه في الدروس، كنتكلموا على علامات الساعة. إذا لا زال الوقت. أين ومتى؟ ذاك في علم الله عز وجل. لكن هذا دوران الحيوانات ودوران الأسماك وكذا، هذا ليس لم يذكر فيه علامة من علامات الساعة الصغرى ولا علامة من علامات الساعة الكبرى. إذا باش نتبينوا ونتأكدوا ونحيدوا هذا من الراس ديالنا. بقات قضية، هو كيفاش ممكن لنا نفسروا هذه المسألة؟ فواش الحيوانات كيشوفوا شي حاجة ما كنشوفوهاش حنا؟ نعم، هذا وارد وهذا محتمل، بل هذا جاء بالأدلة، لأن الحيوانات ترى ما لا نرى. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا بأننا إذا سمعنا نهيق الحمار ينهق نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يرى الشيطان. وإذا نبح الكلب نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه رأى الشيطان، لأن الكلب يرى الشيطان والحمار يرى الشيطان. الديك، أننا نعظم الله عز وجل، لأنه صياح الديك يرى الملائكة كما جاء في الحديث. كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النبي أن الديك يرى الملك، فإذا رأى الملك صاح الديك. إذن هذه واردة عندنا، هذه ثابتة بأننا يرى الحيوانات ما لا نرى. وكذلك في اليهودية اللي جاءت عند عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت بأن أهل القبور يعذبون، فاستغربت عائشة رضي الله تعالى عنها لما راحت العجوز اليهودية ودخل النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت له عائشة هذا الموقف، قالت لي رجعت عندي واحد يهودية وذكرت وكذا وكذا. قال نعم، لأن أهل القبور يعني قال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا، يعني كن ما خشاش النبي عليه الصلاة والسلام أن ما يبقاش بعضنا يدفن بعض، لا أظهر لنا ولا بان لنا ولا رفع الحجاب عنا لنرى ما يقع من عذاب أهل القبور. فإذا لكن قال والبهائم، يعني البهائم أنها ترى ذلك إلا الثقلين كما جاء في الرواية، أن يراه إلا الثقلين، يرى العذاب إلا الثقلين، يرى عذاب أهل القبر كل الكائنات المخلوقات إلا الثقلين. الثقلين شكون؟ هما الإنس والجن. إذا نحن ما كنشوفوش
ما كان نشوفوش العذاب ديالهم، لكن نؤمن غيبا بأنه هذا من أركان الإيمان بأنه يعذبون أهل القبور الذين كان في حقهم العذاب. إذا لا نرى العذاب ولكن نؤمن، والبهائم تراه. وسبحان الله، مني شي حيوان مثلا شي بهيمة من البهائم كديها إلى المقبرة وترى بأنها تلين وبأنها تسكن وبأنها كأنها تضع رأسها وتنزل، يعني ويتغير حالها. لما ترى بأن الأمور التي لا نراها؟ إذن هذه الأمور التي ذكرناها من أنهم يعذبون، نعم يعذب أهل القبور وينعم أهل القبور، وعذاب القبور لا يراه الثقلان، ما كيشوفوش الإنس والجن. إذن كيشوفوه، احنا ما كنشوفوش، الجن ما كيشوفوش، ولكن كيشوفوه البهائم. إذن هذه البهائم هذه لعلها رأت شيئا لم نراه فتحركت هذه الحركات الدائرية. كيف فسروا كذلك بعض أهل العلم من العلوم الدنيوية الفيزيائية أن حركة مغناطيسية تكون يعني من خلال ما يقع في جوف الأرض من حركات باطنية في جوف الأرض، فيتحرك، تكون عبارة عن تحرك باطن الأرض، فيتحرك شحنات مغناطيسية. هذه الشحنات المغناطيسية تؤثر في الحيوانات ولا تؤثر في الإنس، فيتحرك الحيوانات بهذا الشكل الدائري الذي رأيناه. إذن هذه عدة تفاسير يذكرها مثلا أهل العلم الدنيوي، تفاسير يذكرها أهل الفيزياء وكذا، فممكن تأويل. لكن الذي يهمنا أن هذا لا يعني الإنسان لا يهتم ولا يحزن بأن هذه الأمور هذه ليست علامة من علامات الساعة الصغرى ولا الكبرى، ولكن الإنسان يجب أن يتوب إلى الله عز وجل ويعلم أن الساعة قريب. فماذا أعددنا لها؟ كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل، قال يا رسول الله متى الساعة؟ لما سألوا عن الساعة قال وماذا أعددت لها؟ ايش وجدت لها؟ هذا هو المهم، ماذا أعددنا للساعة؟ الحيوانات تدور، قد تكون آية قد نراها، مسألة يعني يرى ما لا نرى، حيوانات ترى ما لا نرى، لكن ماذا أعددنا للساعة من غير دوران أو بدوران؟ فالواجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نرجع إليه وأن نستغفره، والذي لا يصلي والغير متحجب يتحجب، والذي يأكل أموال الناس بالباطل يتوب إلى الله عز وجل، الذي يذنب في حقه وفي حق الناس وفي حق ربه، فالواجب أن يرجع إلى رشده وإلى صوابه، وأن يؤدي الحقوق، حقوق الله عز وجل، ثم حقوق نفسه على نفسه، ثم حقوق العباد، ثم حتى حقوق الكون والكائنات التي حوله. فلا بد أن نؤدي هذه الحقوق التي هي أوجب الواجبات، نعد بذلك العدة للساعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الخير وأن يجعل أعمالنا خالصة صالحة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.